مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ كنت قاعده امبارح سهرانه وكنت جعانه قوي، ما كنتش قادره اقوم اعمل اي حاجه خالص. مش عارفه اعمل ايه، جعانه جعانه اعمل ايه؟ المهم فجاه لقيت كيس اوريو كده اللي هو ب 8 جنيه ده. غالي برضه. فقلت اعمل بيه حاجه كده. المهم انا اخري 5 دقايق بس، ما مش هعمل حاجه تاخد مني اكتر من كده لاني ما كنتش قادره. فقمت قلت هعمله وهعمل كيكه اختراع كده. الناس كلها بتعملها كده بالدقيق، بس انا رحت حاطه معاها كيس الاوريو الجميل ده وقلت اجرب. بس طلع بقى طعمه تحفه، بس المشكله ان ما كانش فيه شوكولاته يا جماعه. والله لو كان فيه شوكولاته كان هيبقى فظيع. اللي عنده بقى شوكولاته ينفذ نفس الخطه دي بالشوكولاته. تعالوا بينا بقى اقول لكم انا عملت ايه. بصوا بصوا كيس الاوريو الجميل. جبت بقى طبق، حطيت كيس الاوريو ده فيه، وقعدت بقى ايه اكسر فيه. آه، قعدت اكسر فيه حتت كده. المهم سبت اوجهاية واحدة بس، سبتها كده في الاخر عشان احطها على الكيكاية. الكيكة دي فظيعة، طعمها طلع تحفة. انا بعرف ان في ناس تعمل كيكة الاوريو لوحدها او كيكة الدقيق لوحدها. لا انا عملت بقى ايه الاتنين كده ميكس على بعضه، بس طلع جامد قوي. بصوا انا كسرته ازاي، مفترية والله انا. جبنا بقى طبق تاني اهو وانا قاعدة، وتجيبي مصفى بقى او منخل او اي حاجة كده. هما معلقتين دقيق بالعدد، معلقتين دقيق بالمعلقة الكبيرة دي، تحطي فيهم اهو. حطيت كده معلقة، ادي اول معلقة وادي المعلقة التانية. سهلة اوي والله. اهو نخلته، مكونات بسيطة وهتلاقيها في 3 دقايق في الميكرويف استوت وبقيت زي الفل. ادي الدقيق نخلته اهو، بسيطة والله. كنت بعملها وانا هادية قوي. معلقتين كبار بقى سكر، مش هنزود سكر اكتر من كده لان انا حطيت الاوريو اللي انا مكسراه ده. بقى هنشوف انا هحطه جواها بقى، ده افتكاسة كده من افتكاساتي. فلا والله لا طلع طعمه حلو قوي وهيعجبكم. ودي بقى رشة ملح صغنطوطة خالص. بعدها بقى هنضيف معلقتين كاكاو، اللي هو معلقة الشاي اللي هي الصغنطوطة، مش هنستخدم المعلقة الكبيرة. هنحط معلقتين كاكاو صغير من المعالق الصغيرة على معلقتين دقيق كبار. ركزوا بقى يا جماعة عشان احنا ايه. وبرضو هنستخدم نفس المعلقة الصغيرة، هنحط بيها ربع معلقة من البيكنج باودر ممسوحة اهو زي كده بالظبط. بس كده مش محتاجين اكتر من كده عشان احنا مستخدمين معلقتين دقيق بس. بعد كده هنضيف خل، معلقة كبيرة خل. ركزوا، معلقة كبيرة خل، معلقة واحدة بس من الخل الكبيرة. وبعدين هنضيف معلقتين زيت كبار زي معلقة الخل. احنا حطينا معلقة خل واحدة كبيرة، ومعلقة هنحط بقى عليهم معلقتين زيت، اي نوع زيت عندك اي حاجة. هنحط معلقتين زيت بالعدد ونقلبهم كده. وبعدين بقى ناقص المكون الاخير اللبن. هنحط 3 معالق لبن كبار. بس لو دقيق حسيتي ان لسه ما تعجنش معاكي هتضيفي لبن تاني، وده بيكون على حسب نوع الدقيق. يعني في دقيق ممكن ياخد 3 معالق لبن وخلاص كده هو تمام، وفي دقيق يبقى عايز لبن تاني. فانت المهم هتفضلي تضيفي لبن لحد ما يبقى القوام كده قدامك بالظبط. هو ده القوام المطلوب بس كده. دلوقتي بقى هناخد بتاع الاوريو اللي احنا كسرناه ده هنحطه عليه. ودي بقى الافتكاسه اللي انا افتكستها عشان يعني ادينا بنخترع، بس طعمها تحفه. هتحسي بقى في الاخر ان هتلاقيها جوه الكيكه لما تستوي جوه الميكرويف. هتلاقي كده ايه قطع البسكويت بالكريمه دي، هتلاقيها حتت غامقه كده جوه الكيكه، طعمها فظيع. هنا بقى المكون الاخير اللي المفروض يتحط، اللي ما كانش عندي للاسف، الشوكولاته. لو حطينا هنا شوكولاته
نوتيلا بقى او اي حاجه تحفه. هنا بقى دخلتها الميكرويف اهو 3 دقايق بالظبط اهي استوت. مفيش كده بقى ولا بيض ولا استخدمنا بيض ولا اي حاجه. ودي الاوبيوهيه الوحيده اللي انا سبتها في الاخر، حطيتها بقى عليها وهي كيكه سخنه كده، ساحت وطعمها فظيع. قولوا لي رايكم ايه، او لو عجبتكم بس حطوا عليها شوكولاته بس، هتلاقوا الطعم فظيع حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل